في فقرتنا من الناس. غدا بالأمس أبكتنا قصة الصغيرة زينب بالمغرب. ماذا لديك اليوم؟ اليوم إيمان عبد الصمد سننتقل إلى أربيل لنروي قصة 20 عاما من الضياع. ما أقدر يا أمي، عزيزة علي حيل يعني. إبراهيم بلال آدم الذي غادر السودان سنة 89 إلى العراق سعيا وراء لقمة العيش، ولم يعرف حينها أنه لن يعود لبلاده، وأنه سيشرد طيلة 20 عاما وسيفقد أي صلة بأهله. مشاهدينا مرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا من الناس. اليوم مع قضية جديدة، نمضي إلى الشمال العراقي، إلى كردستان، نروي قصة إبراهيم بلال آدم الذي غادر السودان قبل نحو 20 عاما بحثا عن مورد رزق يقيه ويقي عائلته الحاجة، غير أن سنوات اغترابه في العراق تحولت إلى مأساة لتصبح رحلة ضياع انقطعت فيها كل صلة بين إبراهيم وأهله، وتشرد من مكان إلى آخر وفقد جواز سفره وكل أوراقه الثبوتية، وبالتالي صار إبراهيم عاجزا عن العودة إلى السودان، بل صار عاجزا حتى عن مغادرة قريته حيث يعمل راعي غنم. فإلى أربيل. أمي الله يسلمك يا يما، الله يسلمك. أمي الله يسلمك يا يما، الله يسلمك. أمي يا دار السلام، الله يسلمك. حبي ليك من جور الزمان، الله يسلمك. والله قصة الحقيقية، أنا جيت للعراق على مود عيشة والخبزة بس، والقى لي في السين أرسلهم لأولادي، فما حصلت كل شيء. اللي حصله كله حتى ما يقدر يوصلني لأي مكان إن كان. يعني اشتغلت مع ناس حتى ياكلوني في حقي 20 سنة هنا، من 89 هنا اشتغلت سائق. اتحركت أول حاجة داخل بغداد 3 سنين، من بغداد رجعت الرمادي اشتغلت هم 2 3 ومن الرمادي هم رجعت غادي على الرتبة، قالوا اكو شغل زين وما زين، مشينا على الرتبة ومشينا على عصيبة، واخر ما فيها مشينا على راوة، ومشينا اشتغلنا في تكريت، ومشيت الجنوب، بس في الجنوب هناك ما اشتغلت. وصلت لكردستان العراق مع عرب، كنا على الجزيرة، ومن الجزيرة عبرنا جينا هنا. فلما جينا هنا اختلفت وياهم 9 شهور وياهم، اختلفت وياهم، بطلت من عتب، حتى كان حسابي باقي حسابي مليون وربع، ما عرفت طلعت لي 750 منهم، قال لي هذا حسابك عندك، ما عندك بعد. ومن واسطة الكردي ناظم باسو حتى ادوني حساب، لو ما توصل لي هذا الاخ ما يديني حسابي حتى. هذه الشيبات دي كلهم قاموا على فراق اولادي، كلهم قاموا على موت فراق اولادي، وشايل هم، وما تلقاني دائما ما فرحان بكل شيء. كل شيء انا ما فرحنا، حتى لو جبت لي شنو ما فرح الا شو. والله انا ما في طريقه تخليني اطلع من هنا، من الجريه هذه، على مود امشي اكوز منظمه في عكرة، او اكوز منظمه في اربيل، او اكوز منظمه في دوق، او اكوز منظمه في اي ولايه كانت من كردستان. ما في طريقه اطلع، لانه جواز مجدد وقامه ما عندي، وشو نمشي. نتمنى اهل الخير يعني يسهلون الطريق الواحد يروح. اهل الخير يعني نقول اهل الخير، اهل الحكومه، المراسلين، اهل الجزيره، المهم حقوق الانسان. لو اكو هسه لما خابرته بطلت معهم في رمضان، وجاي من رمضان 2009 قال لي يا اخو امك توفت من زمان، توفت بس ما اقدر لا. الله يسهل، سهل الجميع. لا بالي مال، لا بالي سيارة أمشي بيها، لا بالي كل شيء، بسلم عليهم وسلم عليهم يا باشا. أنا حتى لو مت ادفنوني يا با، هذا قبر أبونا. أنا لو مت هنا يجوا منك يزوروا قبر أبوهم بكردستان، اصرف معهم ما يقدروا.
فاتمنى من الله الواحد يروح. انا يا اخي اشتغلت كثير، انا هسه عجزت عن الشغل، عجزت، انا جيت من قدر هذا الولد، عجزت من الشغل، ما اقدر اشتغل. والله ارسلت 3 ورقات و10 دولار بوسط البنك، كان حواله بريديه ما انطر لها في ايدي، انا انطر لها في ايدي كم مشيت، بس حواله بريديه حبر على ورقه وكتبتها باسم المراه، مستفيده المراه. راحت السودان وفي السودان ما صرفوها. 20 سنه ليها هسه ورقه خبروني قال لي يا اخي ورقتك جبتها هنا قاعده، رحنا البنك قال ما يصرفوها الا انت تجي. يعني يقول انا لو مت هنا البنك ياكلني هذه 3 ورقات ونص غير انطاء المريا الوليه هذه. يا اخي عمي والله انا قلبي وارم يا اخي، والله قلبي وارم، وبالطريقه دي الواحد ممكن يموت هنا ما يصرف. أمي يا دار السلام الله يسلمك، حبي ليك من جور الزمان، الله يسلمك يا مرضعاني بالطيبة والصبر الجميل. يا أخي ما أقدر، ما أقدر يا أخي، أمي عزيزة علي حيل يعني. يا أخي يا اخي امي غالية علي، انا ما اقدر اغني عليها يا اخي، غالية علي حيل يعني، انا احب امي اكثر من ابوي حتى. ينضم إلينا الآن من قرية خراب باصو في محافظة دوك إبراهيم بلال آدم المغترب السوداني في العراق الذي رأيناه معا في هذا التقرير. إبراهيم، علي أن أقول لك أبكيتنا معك، ما الذي تطلبه الآن منا من الناس؟ أطلب إني أسافر إلى أهلي. نعم نسمعك. أيوة. تطلب ماذا؟ أنا هنا مثلا أطلب جوازي. هسه جواز أنا ما عندنا، وقاعد هيك يعني إنسان مجهول. نعم، يعني إبراهيم تريد الحصول على جواز سفرك لكي تسافر إلى أهلك بعد 20 عاما. هل ترى الشاشة أمامك الآن بوضوح؟ ترانا الآن أمامك بوضوح؟ أيوة رأيها. نعم. طيب لدينا مفاجأة لك، سوف تسافر الآن ولو عبر الشاشة معنا، لأنك سترى الآن إبراهيم عائلتك، ستنضم إلينا عائلتك من الخرطوم، إذا نراها معا. إبراهيم ترى الشاشة بوضوح أمامك؟ أي شايفة. من ترى؟ نحن نرى خديجة زوجتك ونرى ابنك عمار، هل تراهما؟ عمار وراهم. إذن خديجة وعمار يسمعاننا الآن. خديجة تسمعينني؟ أيوة أسمعك. ماذا تقولين لإبراهيم؟ ما يقول له ربنا يجيبه بالسلامة، أولاده محتاجين له والله شديد، دايرين يجي. وعمار تسمعنا؟ عمار والدك الآن أمامك، ربما تراه لأول مرة منذ 20 عاما، ما هو شعورك الآن؟ كيف تشعر؟ عمار؟ الو. ايوه عمار، كيف تشعر؟ والدك الآن أمامك لأول مرة تراه منذ 20 عاما. نعم. عمار لا يسمعني. سأنتقل إلى إبراهيم الوالد. إبراهيم، كما ذكرت لي ترى الشاشة أمامك، أنت ترى زوجتك وابنك لأول مرة منذ 20 عاما، كيف تشعر؟ أيوة. كيف تشعر؟ قل لي ماذا تشعر؟ والله أشعر بحزن وأشعر بمآسي يعني رهيبة. لكن على الأقل ألا تشعر بفرح اللقاء ولو عبر الشاشة؟ والله أشعر بفرح اللقاء، وإنما يعني المفروض الواحد يصلهم بأي صورة كانت.
إن شاء الله تصل إليهم شخصيا وجها لوجه، ولكن الآن طالما هذا هو المتاح، ما الذي تريد أن تقوله لخديجة ولعمار أمامك الآن؟ هما يسمعانك. والله أقول لهم يعني الحمد لله أنا بخير، مطامهم بخير، وإن شاء الله نجتمع يعني، بس الواحد ما بيده حيلة. هل تشعر بأن عمار كبر كثيرا بحيث لم تعد ربما تستطيع التعرف عليه؟ كيف ترى عمار الآن بعد 20 عاما؟ أنت غادرته وكان طفلا. والله كان طفل، كان عمره 4 سنين 5 سنين ما أكثر. الآن أصبح شابا أمامك، كأب ماذا تقول له؟ عمار كيف حالك أنت؟ كيف الحال؟ الحمد لله بخير. كيف انت؟ ان شاء الله كويس. اخبارك؟ الحمد لله كويس، بس فاقدك انت بس. لا تمام الحمد لله. الله يخليك. واخواتك كيف؟ طبعا احنا هسه شايفينك. ها؟ الحمد لله لا هم شايفك. طبعا فرحنا شديد. والله انا محتاج لكم حيل يعني. والله يا كريم. احنا طبعا محتاجين لك شديد، عايزينك تجي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دائما متفائل بالله عز وجل ان يوفقني واقدر اجيكم ان شاء الله في خلال العيد، بعد العيد شويه. ان شاء الله. بس يعني الطرق مغفله، الطرق المفتوحه زي زمان، انا كان زمان جيت. اصلا ما ممكن اقعد. ان شاء الله. ان شاء الله. عمار، لو نتحدث أيضا إلى والدتك خديجة الزوجة التي بقيت 20 عاما مبعد قصرا عنها زوجها. خديجة، هل وصفت لنا شعورك الآن عندما التقيت عبر الشاشة بزوجك الذي رغما عنه لم يستطع أن يلتقي بكم خلال 20 عاما؟ ما الذي تقولين له؟ ما الذي تقولينه عن أيضا أسماء وأمال ابنتكما أيضا اللواتي لم نرهما معكما الآن؟ موجودين معايا. ربما نستطيع التحدث إليهما أيضا، لكن أريد منك أن توجهي كلمة لزوجك لأنه يسمعك ويراك. يقول لي ربنا يعيده بالسلامة لأولاده. هل يمكن أن نتحدث أيضا إلى أسماء وأمال سيدة خديجة؟ ممكن. يعني يمكن أن يراهما أيضا إبراهيم طالما الآن الفرصة متاحة وهو لم يرهما منذ 20 عاما. موجودين. طيب خديجة، لو تقولين لإبراهيم، لو تطمئنينه أكثر إلى أحوالك، إلى أحوال العائلة، ما الذي فعلته أمال كل هذه المدة؟ أسماء أين؟ يعني كانت أسماء تقول في التقرير أنها في تقرير سنراه بعد قليل إنها دخلت إلى الجامعة. أي جامعة؟ ماذا درست؟ لو تطمئنين إبراهيم. دخلت جامعة أمدرمان الإسلامية. أسماء وأمال؟ هندسة حاسوب. نعم. طيب بانتظار أن تنضم إلينا أسماء وأمال أنتقل إلى إبراهيم. إبراهيم، أنت بحاجة إلى جواز سفر. جواز سفرك كما فهمنا ليس ضائعا، إنما منتهية مدته، وحيث تعيش ليست هناك ممثلية للسودان. هل حاولت اللجوء إلى أحد آخر غير ممثلين عن بلادك طالما هم غير موجودين في العراق؟ والله ما لجأتها. نعم. هل حاولت نعم. هل حاولت الطلب ممن تعمل عندهم من مشغليك أن يساعدوك في هذا الشأن؟ والله ما يقدروا، ما بيدهم حيلة. لماذا يعني؟ لماذا لا يمكن أن يلجأوا إلى الوزارة، وزارة الخارجية، إلى أي طريقة ممكنة يتواصلون فيها مع بلادك عبر ربما سفارة عربية أخرى؟
نعم، بس الواحد هسه من كردستان ما يقدر يصل الموصل، ما يقدر يصل بغداد، لانه في اي محل يمسكوك انت ارهابي وانت شنو وانت ما ادري ايش، يدخلوك السجن. من يكفلك، منو يقوم بمشكلتك؟ ما فيش حد. لكن إبراهيم خلال 20 عاما يعني ربما الآن الوضع صعب في التنقل بين أربيل ودهوك ومناطق أخرى، لكن قبل هذه الحرب الأخيرة ألم يكن بالإمكان التنقل والسؤال عن هذا الموضوع؟ والله كنا يعني الواحد بيجدد وتنقل اي محل وهويته في جيبه ومجدده وما ناقص اي شيء. لكن بس قامت الحرب هذه الاخيره يعني احنا ما قدرنا نعمل اي شيء. يعني هسه مش انا وحدي، في مليون سوداني هنا ما قادرين نعمل اي شيء. عبالك ولا في حكومه ولا في ناس راكدين وراهم ولا في ناس مسؤولين منهم، ونحن في ذاك الوقت بندفع ضرائب للسفاره في اي كل سنه تجديدات وفلوس ودك. هسه كل شيء من هسه حضرة الحشا كانه نحن ولا سودانيين ولا في حد جايب خبرنا. طيب إبراهيم ابقى معنا لو سمحت. يبدو أن أسماء وأمال لم تنضم مع زوجتك وابنك، بأي حال سنراهما، ولكن في التقرير التالي الذي أعده الزميل أسامة سيد أحمد من الخرطوم لكي نعرف أكثر عن طريقة عيش هذه العائلة بغياب الأب والزوج. نشاهد معا. كم 20 سنة سافر أخباره كانت مقطوعة من سنة 90. هسه جابوا خبره قالوا يعني موجود وكده، عايز يجي السودان وما لاقي طريقة، طبعا أوراقه ضايعة وكده، وهو خلانا مع أخوي، كنا مع أخوي في بيته، وهسه دي أجرنا هنا البيت ده. أجرنا البيت ده ساكنين فوق. أنا عمري كنت زي 4 كده سافر. طبعا قلت له مسافر، يعني أنا كنت صغيرة وكنت نايمة معاه في السرير ذاته، الصباح لقيته معه. سألت أمي قالت لي أبوك سافر، وأنا كنت متذكراه يعني بيمشي أي حتة بمشي معاه والدكان كده، يعني لما يجي من الشغل أنا وعمار بنلاقيه بيشيل من الحاجات لما يجي علينا. احنا محتاجين له الليله قبل بكره، يعني لو جا الليله احنا محتاجين له، ولو جا بكره محتاجين له. يعني حاجتنا له كبيره جدا جدا، وجوده جنبنا ده يعني احسن من اي شيء، احسن من قروش، احسن من اي حاجه. يعني هو لو جو ما عنده اي حاجه احنا برضه حنقبل في النهايه زول والدنا وكده، يعني ما في زول ما بيقدر يقبل والده باللي عنده او ما عنده، في النهايه والدك. عمار قال هنا في مدرسة الحارة 15 وكمل 7. بعد ذاك طبعا الظروف شوية انه طلع من 7. ليه طلع من 7؟ طلع عشان الشغل يساعدني. احنا علينا كثير والله، فينا دخلنا المدرسة وفينا والدتنا مرضت وفينا في أشياء كثيرة طبعا، لكن الحمد لله قدرنا نجيب على كل عين، ووالدتنا ما قصرت معانا، علمتنا وربتنا وما ما خلت لنا شيء، ما قصرت معانا. واشتغلت في مدرسة دار المنهل، عاملة وشغالة بالمهية. بتكفيك الماهية دي كده؟ والله المهية ما بتكفي، بس قدرنا نديها الأجار بس. والله صعبة والله، أنا تعبت غاية، اشتغلت تعبت شديد، ومعيشة الأبناء والله دايرة كفاح شديد. هسه احنا بقينا بنات وفي سن الزواج، ما ممكن يعني واحدة تيجي تزوجها وأبوها مات، يعني ضروري لازم يكون معانا. وهو لو كان معانا من زمان يعني ما كان اشتغلنا وما كان كده، يعني كان حنكون قاعدين في البيت. وأنا بمشي الجامعة وكنت شغالة وبمشي الجامعة، كنت بتمنى إنه أجي من البيت لحد الجامعة، يعني ما أمشي الشغل حتى بعد ذاك الجامعة. يعني بقول له أبوي لو كان في ما كان مشيت اشتغلت مثلا كده. وجوده جنبنا احنا برضه يعني فقدنا حنان الأبو، يعني كنا محتاجين له. يعني هسه لما اشوف طفل صغير ماشي مع ابوه بحسده، يعني بقول انا ذاتي بتمنى انه اكون يعني في مكان الطفل ده، يكون ابوي معي. حاجات كثيره يعني بتحصل للزول. من ناشد المسؤولين والجهات المختصه
على الناس اللي بيقدروا يعني يطلعوا الجواز ويقدروا يجيبوا لنا بسلامة. والله كويس برضه، محتاجين له شديد، وهو ذاته داير يجي بأي طريقة يعني. ساعي مشكلته إنه الجواز ما عنده أوراق، وطبعا ضايعة وما بيقدر يتحرك غير أوراق، هو محصور في حتة واحدة. إذا رأينا أمال وأسماء ابنتا إبراهيم المغترب السوداني في العراق، وكنا قد تحدثنا أيضا مع خديجة وعمار، خديجة زوجته وعمار هو ابنه. الآن معنا من الخرطوم جعفر الخليفة بابكر مدير إدارة القنصليات في الخارجية السودانية. سيد جعفر، ربما شاهدت معنا التقريرين، تقرير إبراهيم وتقرير عائلته التي تعيش بهذه الظروف لأن الأب والزوج غائب عنهم. هل لديك أي حل لإبراهيم ولعائلته؟ أولا يعني أحب أن أعبر في مستهل حديثي عن كثير الشكر والتقدير والامتنان لقناة الجزيرة على هذه اللفتة الإنسانية النبيلة، وكما أعبر أيضا عن سعادتي التي تكمل سعادة هذه الأسرة، وذلك للمساعي التي تبذل حاليا لجمع شمل الأسرة. ونحن سعداء يعني بكل المقاييس. طيب. يعني سعداء. دعنا نسعد أكثر عمليا سيد جعفر، دعنا نسعد أكثر، ويسعد معنا مشاهدونا بأن تعيدنا الآن وتؤكد لنا بأن إبراهيم سيلتقي بعائلته في الخرطوم كما يحلم. متى وأين وكيف؟ ما الذي فعلته عمليا؟ أنا أود أن ألقي الضوء على بعض المساعي التي بذلتها السفارة والتي انتقلت من بغداد إلى الأردن إلى عمان. وقد كنت اليوم في اتصال تلفوني بسعادة السفير مرغن النور جاويش، وقد أفادني أنهم ومنذ أن خرجوا من العراق في عام 2006 لم تنقطع صلتهم بالجالية السودانية في العراق، إما عن طريق مكتب الجالية في بغداد أو عن طريق منظمة الهجرة الدولية أو عن طريق الصليب الأحمر. نعم. والنتيجة؟ واستطاعوا أن يقدموا. نعم. أريد نتيجة سيد جعفر، لأن وقت البرنامج انتهى. قبل أن ينتهي أصر على أن تقول لنا نتيجة الآن. نتيجة جدا. مكتب الجالية السودانية في بغداد والسفارة السودانية التي انتقلت إلى عمان على علم كامل بهذه القضية، وقد عبروا لنا عن استعدادهم التام لتقديم كل الخدمات التي تمكن الأخ إبراهيم بلال من العودة إلى وطنه. كيف سيعود؟ ليست لديه أوراق، لا يمكن أن ينتقل إلى بغداد. نعم سيستخرجون له وثيقة سفر اضطرارية تمكنه من التحرك بسهولة. متى ما تم الاتصال بالجالية السودانية. نعم، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن قالوا على استعداد لأن يقدموا له هذه الخدمة يعني. وإبراهيم يستمع إليك وقد أخذ وعدا شخصيا منك عبر هذا البرنامج، وهناك الملايين شاهدون على كلامك سيد جعفر. شكرا جزيلا لك وعلى مساعيكم. وسنتابع نحن هنا. نعم طبعا. سنتابع نحن ونحن هنا أيضا سنتابع معكم في عمان وفي الجالية في بغداد. شكرا. لضمان الحصول على هذه الوثائق. شكرا جزيلا لك. أرجو إذن التوفيق لك إبراهيم في هذه المساعي، ولكم السيد جعفر الخليفة بابكر مدير إدارة قنصليات في الخارجية السودانية من الخرطوم. إبراهيم، يبقى لي أن أشكرك جزيل الشكر لأنك شاركتنا بقصتك ومعاناتك من دهوك. شكرا جزيلا لك. أرجو أن نلتقي بك أيضا في الخرطوم قريبا جدا. في النهاية مشاهدينا، نتمنى أن نكون الآن قد شهدنا نهاية لمأساة دامت نحو 20 عاما. هذه كانت إحدى قصص الناس التي قد نعترضها كل يوم. أمس كان موعدنا مع قصة الطفلة المغربية زينب التي تعرضت لعمليات تعذيب من مشغليها، وقد تلقينا اتصالات من العديد ممن تعاطفوا مع زينب ويرغبون في مد يد المساعدة إليها. عفوا، نذكركم بأن
قصصنا نستقيها منكم ومن تفاصيل حياتكم. يوم الجمعة المقبل يتجدد موعدنا في التوقيت نفسه مع قصة أخرى، ونذكركم أننا نتلقى مقترحاتكم وقصصكم على بريد البرنامج الإلكتروني nas@aljazeera.net. إلى اللقاء.